بعض المرات كيشوفوا شي خيالات كيبداو يدوزوا تما فوق في النهار، ماشي في الليل ولا شي حاجه، في النهار كيبان لهم شي خيالات كحلين كيدوزوا من تماكين. تخيل معايا كتكون مريح في واحد البلاصه في الخلا، واحد الجبل، بوحدك، ما معاك حتى شي واحد، وما كايناش شي حداك شي بنايه اللي غيكون مخبي وراه شي واحد ولا شي حاجه. كتبدا تحس بالحجر كيتزاف عليك من كاع الجوايه. المشكل هو انه تقول حجره وحده كتجي فيك، عقلك يحبس، كتلفت هنا لهي ما كتلقى حتى شي واحد كاين حداك، مش ما كاينش شي واحد زعما يكون مخبي في شي بلاصه وكيزف عليك بالحجر، ما كاينش هادشي. اليوم غنعاود لكم واحد القصه اللي فعلا وقعت ليا شخصيا، وغنخليكم نتوما تحكموا واش انا ما عرفتش نحلل داكشي اللي كان وقع، ولا هادشي عنده علاقه بالجن ولا بالسحر ولا بالشعوذه، ولا بديك البلاصه كانت معروفه بشي حاجه ماشي هي هذيك. المهم خليكم معنا مرة الانترو. واش الدراري، معكم كافيين، فيديو جديد. وهاد القصه اللي غنعاود لكم اليوم هي قصه حقيقيه وقعت لي شخصيا. هاد الفيديو راه ما فيه لا سكريبت لا والو، داكشي اللي كاين غادي نحاول نتفكروا ونعاودوا لكم. ما عليناش، باش نعاودوا القصه ديالنا خصنا نرجعوا ل 2019، العام اللي قبل ما تدخل فيه كورونا تقريبا للمغرب. ديك الساعه كان اول تعيين ليا، تعينت في واحد المنطقه جبليه بلا ما نقولوا شنو السميه ديالها باش ما تقلقوش الناس ديال المنطقه. فاش جاني التعيين ديالي راكم عارفين كتهز حوايجك كتمشي لواحد البلاصه ما عارفهاش فين كاينه ولا فين جات، حتى جوجل ماب ما كيطلعهاش. الناس اللي تيكونوا يلاه معينين في حد القطاعات بلا ما نذكروا السميات ديالهم راهم عارفين علاش كنهضر. المهم مشينا لهاديك المنطقه، غادي نلقى السكنه ديالي فين غادي نسكن. اش غادي نعاود لكم، ديك البلاصه راه ما فيها لا ريزو لا كونيكسيون لا والو، لا باش تهضر غير مع داركم خصك تمشي تطلع لواحد الجبل تقريبا فين كتلقى فيه شويه ديال الريزو، شويه الا بغيتي دوز شي ابيل مع الدار. ما عليناش. اول يومين بعدا غندوزهم في هذيك البلاصه باش ما ندخلوا في التفاصيل نيشان. اول يومين بعدا غندوزهم في هذيك المنطقه كضربني الفيقه مع الفجر، وكنحلم براسي انه شي واحد قاجني من هنا. الحلمه الاولى بعدا حلمت براسي قاجني واحد من هنا، والحلمه الثانيه حلمت بواحد الشخص واقف ليا عند الباب ديال البيت، راه ساكنه في بيت راه ماشي دار، واقف ليا عند الباب ديال البيت ما مخلينيش نخرج. ما خرجت حتى قريت ايه الكرسي اللي قدرت نخرج مع قريت ايه الكرسي، مع بحال هذاك الكرياج اللي كان هو واقف وراه وشاد فيه باش يحبسني من نخرج. مع قريت ايه الكرسي مع ادى الفجر مع ضربتني الفيقه. يومين تابع، هادي اول يومين غندوزهم في هذيك المنطقه. ما عليناش. من بعد صافي بدا كنقول راه يلا وقيلا جاي المنطقه بعيده وباقي صغير في السن، يلا معين داكشي تيكون عادي، زعما راك ما مولفش انك تخرج على داركم بزاف، كتقول عادي فهمتي، كتحاول تقنع راسك باللي راه هادشي عادي راه نورمال باش تحاول تاقلم ما امكن، لانك انت راك ساكن بوحدك هذيك البلاصه المنطقه ساكن فيها بوحدك. اقرب دار كتكون قريبه لك تقريبا شي نص ساعه. هادشي اللي غنهضر لكم عليه من بعد شنو غيوقع ليا. واحد النهار بحال كاع الايامات راك عارف مريح تما، كاين معاك ما كاين لا انترنيت لا كونيكسيون لا دي زابيل لا تهضر مع داركم باش دوز الوقت. كتقول شنو غادي ندير، كتصل ديك العشيه كتسالي الخدمه ديالك، كتأدى العصر كتنوض كتمشي تخرج تحاول تمشى شويه ولا تمشي لشي بلاصه فين كاين ديك الريزو حدا ديك الجبل، وتبقى شاد تما تستون تهضر مع داركم ولا دير شي حاجه. بحكم انني كنت كنقصر شويه الجيتار شويه ماشي بروفيسيونيل، المهم كنشدو به الستون. واحد النهار قلت تقريبا هادشي كان من بعد شي سيمانه ولا 15 يوم باش سكنت تمايا، قلت غادي نجيب معايا الجيتار في العشيه نمشي في حدا ديك الجبل، باش غنمشي نشد الستون تما كاين باش تبدل الجو، لانك لو بقيتي مريح بوحدك في الدار تحماق، راه ما عندك لا ريزو ولا كونيكسيون ولا والو ولا تحماق. ما عليناش. وصلت هذيك العشيه ادنات العصر صافي زيد الجيتار قلت غادي نمشي ندندن واحد شويه. مشيت ريحت ما بيا ما عليا شاد الستون كنغني، ما كنغنيش انا راه كندندن ها باش نكونوا واضحين. هي هذيك كتقصر شويه واحد الوقيته كتحس بالحجر كيتزاف عليك. او كيفاش يا صاحبي؟ المشكله دابا خصك باش نحطكم في الصوره، وانه ديك المنطقه راه كاين انت واحد الصور متكي عليه، وما كاينش حداك شي واحد زعما اللي غنقول لك غيكون مدرك من شي بلاصه يبدا يزف عليك ويتخبى ولا شي حاجه، راه ما كاينش حداك، كاين انت واحد الصور متكي عليه، والحجر كيتزاف عليك من الجنب ديال ديك الصور. المشكله في الاول الحجر بدا كيتزاف بشويه بق بق بق، وحتى حجره ما كتجي فيك. في الاول شنو قلت انا راه شي واحد مخبي ورا الصور، باغي شي واحد يضحك معايا ولا شي حاجه، غنطل غادي نهضر معاه نقول ليه خليني شاد السون الله يرضي عليك وسير صافي وشي حاجه ما كاينه. ملي كنوض كنقلب ما كنلقى حتى واحد، كنقول تا ما كاين حتى واحد، هذا الحجر من بيجي ما يمكنش. واحد شويه كنقول صافي راه يمكن شي حاجه شي حجره طارت هكا، كتحاول راك عارف ملي كتوقع لك شي حاجه اللي هي غير منطقيه العقل ديالك كيحاول يرجعها منطقيه باش تبقى انت مكالمي ما تبقاش تفكر بزاف.
قلت صافي راه هادشي راه كيوقع نورمال عادي. رجعت في حالي ريحت، شديت الجيتار بديت كندندن عاوتاني. واحد لقيت الحجر بدا كيتزاف بواحد الطريقه اللي بحال قلتي طلع ليه في الريتم شويه، بدا كيتمجهد. تما انا صراحه طلع لي الدم، قلت غادي نوض هذا اللي لقيتو كيزف عليا بالحجر، غادي نهضر معاه بحده فهمتي، ما غاديش نهضر معاه بالطريقه اللي كنت باغي نهضر معاه في الاول، لان داك الحجر بدا بحال مجهد فهمتي. فاش نط ما كنلقى حتى واحد، كنقول لك وما كاينش حس ديال شي واحد، راه الخلا راه باش تعرف. راه تخيل معايا واحد الارض كبيره وانت واقع وسط منها، وسط منها واحد الصور وانت متكي عليه، صوره صغير انت متكي عليه. يعني اللي غيزف عليك بالحجر راه خاص يكون عنده مدفع، خاص يكون سنايبر باش يقدر يوصل الحجره للمسافه ديال 5 كيلومتر ولا. راه عينيك كتشوف بهم ما كيبان لك حتى شي واحد حداك. وباقي لحد الان راه بعد ما راسك تكون راسك قاصح، باقي لحد الان انت كتكابر، كتقول لا راه ما كاين والو، راه شي واحد يكون كيلعب وصافي، ولا شي حاجه شي حجره طارت. المهم رجعت ثاني كان مريح، جالس كنقصر ثاني. ايه الزينه واحد واحد شويه حتى داك الحجر ما بقاش نورمال، او ولا كيتزف عليك بحال الشتا صاحبي. راه كتحس بالحجر كي بحال شي واحد كي ما ماشي واحد، بحال شي جيش كيزف بالحجر. يعني في الاول كنت تقدر تقنع راسك تقول راه شي واحد ولا جوج ولا ثلاثه كاع كيزفوا بالحجر، ولكن ملي كيولي داك الحجر كيتزف بواحد الطريقه ديال انه بحال شي 100 واحد ولا 1000 واحد كيزفوا بداك الحجر بدقه واحده، راه ما يمكنش. كنقول لك ما يمكنش. صافي تما عقلك كيبدا يخدم، عقلك كيحبس، تقول هادشي راه ماشي نورمال، هادشي راه ماشي طبيعي، راه خصني. كتنوض كتقلب كدور على الصور، وراه صور صغيور كتبقى تدور عليه بحال شي حمق، ما كتلقى حتى حد. كتقول راه واقيلا شي واحد مخبينا، وملي كنوض انا كيدور الجهه الاخرى ما كاين حتى حد. كنقول لك ما كاين حتى شي واحد. واحد الوقيته ديك الساعه ما كان ديك الساعه شهر 9 باقي كنلبسوا نصكم. واحد الوقيته وليت كنسمع الزن في ودني، صافي عرفتي بحال تصمكت. كتسمع ديك الزنزينه في ودنيك، وكتحس بواحد الشعر الزغاب ديال شعرك كيتبورج، الزغاب ديال شعرك كيوقف. صافي كتحس تما بلي راه شي حاجه ماشي نورمال، شي حاجه هنا كاينه ماشي. ما عرفتش انا ما كنقولش لكم هادشي ديال الجن ولا ديال مع السحر ولا ما، انا حاليا راه ما عرفتش. لو كان شي تفسير منطقي، شي واحد عنده شي تفسير منطقي كتبوا لينا في كومونتير. بالفرحاج عليا نعرف التفسير ديال القصه اللي وقعت لي انايا لحد الان، اللي ما عرفش لها التفسير ديالها. واش هادشي شي واحد شي وحدين شي ما يمكنش، لانه البلاصه اللي مريح فيها انا واقرب منطقه سكنيه لي راه بعيده عليا بواحد الكيلومترات. يعني راه ما يمكنش شي واحد يكون مريح في دارو غيبدا يزف عليك بالحجره، ما يمكنش يوصلها. ولحد الساعه كتجي لك في بالك هاد القضيه ما كتقدرش انك تعرف شنو هي. المهم صافي ملي بان لي داكشي ماشي هو هذاك، جمعت حوايجي، زدت الجيتاره ديالي، مشيت للدار، ريحت، تجمدت، حاولت انني ما نبقاش نفكر في داكشي. قريت شويه القران، صليت حتى الغد لي. مشيت عند واحد السيد فقيه ديال ديك المنطقه وعاودت ليه شنو وقع. قلت لي راه كاين وكاين وكاين، شنو بالك انت في هذا الشيء؟ واش هذا الشيء عادي؟ واش هذا الشيء طبيعي؟ قال لي بلي هذاك الشيء كيتسمى التراجيم. قال لك هذيك المنطقه عندها مواليها، وفاش كتجي انت كتبرزتهم كيديروا لك التراجيم. شنو هو التراجيم؟ هو انهم كيبداو يزفوا عليك بالحجر، وداك الحجر حتى حاجه ما كتجي فيك. وفعلا الحجر كان كثير لواحد الدرجه كبيره، ولكن تقول واش حجره وحده كتجي فيك، فهمتيني؟ الوغ هما بحال بغاو يقول لك نوض سي محمد، نوض بحالك، راك صدعتينا، سير بحالك بلا ما ناديك وبلا والو، هذا تحضير لك. وهذيك المنطقه بالضبط اللي كنت مريح فيها انا، ديك البلاصه اللي فيها الصور، هذيك البلاصه اصلا قال لك يكونوا فيها شي حويجات اللي بعض المرات كيشوفوا شي خيالات كيبداو يدوزوا تما فوق في النهار، ماشي في الليل ولا شي حاجه، في النهار كيبان لهم شي خيالات كحلين كيدوزوا من تماكين. وشخصيا انا كنهضر معكم شخصيا، راه ماشي مجمع معكم ولا باغي ندير فيديو ولا هادشي راه وقع. والناس اللي كانوا خدامين معايا راه عارفين هادشي، والناس اللي جاو ملي تحولت انا من تما، الناس اللي جاو خدموا في بلاصتي حتى هما في الاول كانوا كيكذبوني، ومن بعد ولاو تيقولوا لي راه عندك الصحراء، هذيك البلاصه راه ماشي عاديه، راه ماشي نورمال. واحد النهار في هذيك البلاصه نيت بالضبط كنت مريح في هذيك الصور، مريح وساهي. تخيل معايا راني ساهي بحالك، ساهي شي حاجه. واحد الوقيته كنتلفت بحال هكا، المهم انا شفت شي حاجه، المهم انا بغيت نتلفت، ولكن فاش لفت حسيت براسي شفت شي حاجه ماشي نورمال. شفت بحال شي انسان اللي طويل بزاف ومريح فوق واحد الصخره كبيره. فاش تلفت بلي استوعبت داكشي اللي شفت، رجعت بحال هكا باش نشوف بالزربه، ما لقيت والو. وهذاك الانسان اللي شفتو واش انسان ولا شنو هو راه ما عرفتوش. فاش شفتو كتحس بيه داير فيك هاو ومفيكسي عينيه فيك مزيان بحال هكا، داير فيك هاو كشوف فيك ومفيكسي. كيفاش ملي انا تلفت هكا واستوعب داكشي اللي شفت، رجعت باش نشوفو مزيان ما لقيتوش، ما كاينش والو. واش تيتخيل ليا؟ واش ملي بقيت كنفكر بزاف في داك الموضوع طلع ليا البلان بحال هكاك؟ ما عرفتش.
باقي لدابا كنقول لكم فاش كنرجع بالوقت اللور وكنبين نتفكر هذيك القصه اللي كانت وقعات ليا، ما كتلقاش لها شي تفسير واضح ولا شي حاجه اللي منطقيه تقدر تفسرها بها. المهم كان معكم كافيين في فيديو ديال اليوم على هذه القصه الحقيقيه اللي وقعت لي شخصيا. الفيديو الجاي غادي نهضروا على واحد القصه اخرى كانت عاودت لي واحد السيده فاش كنت خدام في واحد الباتيسري، اللي هي فعلا قصه اللي شي حاجه اللي عقلك يحبس، شي حاجه اللي بزاف صراحه. و كنبغي نقول لكم الا عجبكم المحتوى ما تنساش دير لايك سبسكرايب، راه كاينين قصص زوينين نهضروا فيهم ومواضيع زوينين تاني نناقشوهم. تابونا معك، مع السلامه.